اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنتكلم عن السماعه الريدمي بادز 6 اكتيف من شاومي. يلا بينا. بص يا سيدي، اول حاجه محتويات العلبه. خلينا نتكلم عن محتويات العلبه ايجازا. السماعه ما بيجيش معاها اي حاجه خالص، ولا حتى تبات ولا كابل شحن، ما بيجيش معاها اي حاجه خالص، العلبه بس. طيب السماعه هنتكلم اول حاجه عن الشكل والتصميم. التصميم بتاعها زي ما انت شايف صغيره جدا. بص تقريبا 3 صوابع، يعني بص حجمها صغير جدا. تقريبا 36 جرام. بيبقى فيها زرار من الجنب كده للريسات زي ما انت شايف. حجم السماعه وشكلها ممتاز جدا زي ما يظهر برده في الريد كده موجود جنبنا. بص شكل السماعه ووزنها، كل ده مش فارق معايا، انا فارق معايا عدد المايكات اللي فيها. السماعه بسعر 1200 جنيه، يعني بتيجي حوالي 30 دولار او 25 دولار. اول ما بتفتح السماعه بيديك بوب اب نوتيفيكيشن، وانا بصراحه محترم جدا الحركه دي. بيظهر لك البوب اب نوتيفيكيشن كونكت على طول لو عندك شاومي ويرابل، او لو ما عندكش ممكن تعمله داونلود. فكره اصلا ان هو يفتح زي الابل كده. السماعه الابل دي بالنسبه لي لطيفه جدا. كل ده برده مش فارق معايا على قد ما فارق معايا صوت المزيكا وصوت المكالمات، لانها بتيجي باتنين مايك وبتيجي بخاصيه تقليل الضوضاء اللي هو النويز ريدكشن. فخلينا نقول ان احنا نجرب السماعه في مكالمه، وبعد كده حضرتك تحدد زي كل مره، تقول لي فعلا السماعه دي تستحق ال 1200 جنيه ولا لا. يلا بينا. ايه يا عمو، عامل ايه؟ الحمد لله. بص يا محمد، انا بجرب السماعه اللي هي الريدمي بادز اكتف. عايز اخد رايك فيها. دلوقتي انا ماشي في طريق، والطريق يعني طريق سريع مش زحمه. مش عارف سامعني كويس ولا لا؟ سامعك كويس بس سامع صوت الهوا برضه. صوت الهوا قوي؟ انا سامعك انت يعني بعيد، وسامع في صوت بعيد جنبك بس زي تلفزيون او حاجه. تلفزيون اهو. صح كده؟ طب الدوشه اللي حواليا شويه، دخلت في حته دوشه شويه يعني. الو. بس يعني مش عازله الصوت قوي، انت فاهم؟ يعني انا سامع الهوا والدوشه اللي حواليك شويه. طيب ماشي، شكرا يا باشا حبيبي. بعد ما جربت جوده الصوت تقدر تحكم بنفسك اذا كان جوده الصوت دي مناسبه ليك او لا في الفئه السعريه ديت. طيب البطاريه بتاعتها بتقعد معاك لحد 30 ساعه استخدام، ده ممتاز جدا. بتيجي تاتش كنترول من هنا، وتقدر تظبط كل ده من خلال الابلكيشن. لو كمان تقدر كمان ان انت تسيرش عنها بخاصيه الفايند ماي ايربودز. اول ما بتضيع منك الايربودز بتدور عليها، بتبدا تطلع صوت طنين كده جامد قوي عشان تبدا تعرف السماعه، بس طبعا بيكون تدريجي. وحته ان هم بيعملوا تدريجي دي شيك قوي. ليه بقى؟ عشان لو انت ناسي وحاطط السماعه في ودنك وبتدور عليها، مره واحده ما توجعلكش ودنك. فيها فويس اسيست او سيري اسيست او جوجل اسيست على حسب الموبايل بتاعك. السماعه الواحده بتيجي ببطاريه 37 ملي امبير، اما بالكيس 475 ملي امبير. ده اللي بيخليها تقعد معاك 30 ساعه، لان السماعه الواحده بتديك كفاءه 6 ساعات لوحدها. يعني بطاريه واحده من دي، سماعه من دي مشحونه مالهاش دعوه بالكيس، بتقعد معاك 6 ساعات لوحدها. طيب في حاجه مهمه جدا بقى عايزين نتكلم عنها. هم عملوا حاجه ذكيه جدا، نزلوا البلاي اللي هي الدوت، ونزلوا العاديه خالص اللي هي اللايت. بس في حاجه في الاكتيف مهمه جدا يا جماعه، الناس اللي بتدور على السماعات العظم. بص ما فيهاش تبايه، مش زي بقيه السماعات التانيه فيها تبات. بص سماعه عظم زي الكي 20 اي. بصراحه انا مش عارف اقارن بينها ما بينها هي والكي 20 اي. ده في عيب، انا بالنسبه لي عيب قاتل. انت كده المكالمات هتحكم عليها بنفسك. انا بقى العيب القاتل ايه؟ ان لما بلبس السماعه تمام صوت السماعه طالع بره، يعني صوت المزيكا طالع بره السماعه. اللي قاعد جنبي سامع انا بسمع ايه. دي بالنسبه لي حاجه سيئه جدا، ان انا لو بسمع اي نوع ميوزك حد سامعه. دي بالنسبه لي حاجه سخيفه جدا. مش عارف هل هي عشان سماعه عظم، بس ما اظنش، لان السماعه الدوتس ال6 بلاي بتاعتهم كده، اللايت بتاعتهم كده. فتقريبا دي مشكله عموما في سماعات الشاومي الاصدار الاخير. طبعا انت تسمع المكالمه وتجرب بنفسك كانك قاعد جوه الموبايل، وفي الاخر تكتب لنا في التعليق بتاعك ايه رايك في السماعه دي، هل فعلا تستحق ال 1200 جنيه ولا لا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف الجديد. باي باي.